مع هذا البرد ما يوالم غير هاد الكوكيز لو داير حاله وراهو توندونس اسمه سكوب كوكيز. على بالي تكونوا تلاقيتوا به في تيك توك، انا غير شفتو شهاني وقلت نجربوا معاكم مع كاس حليب سخون. واش نقول لكم، وصفه سهله مهله وبنتها كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في ريسيبيون راح ندير هنايا 200 غرام تاع الزبده، من الافضل تكون زبده ماشي مارغرين، مع زوج حبات تاع البيض، نص كاس تاع السكر البني، مع نص كاس تاع السكر الابيض. اذا ما كانش متوفر عندكم السكر البني تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض. ندير هنايا لافاني ليكيد مع قرصه كبيره تاع الملح، ونخلط كلش بالباتور حتى نحصلوا على قوام يكون كريمي وطالع مليح. هنايا دوك نجي ندير الفارينه، راح ندير هنا الكاس الاول تاع الفارينه مع مغرف صغيره تكون معمره مليح تاع البيكربونات. نبدا نخلط بشويه ومام نضيف الفارينه، زدت هنا الكاس الثاني، وفي الاخر نضيف كاس الا ربع، معناتها دات لي زوج كيسان مع كاس الا ربع حتى نحصلوا على قوام يكون حاكم روحه شويه. راح نضيف له لي بيستول كالعاده تاع باتيسي، هنا ديت لي بيستول نوار، درت كميه منهم وزدت كميه من لي بيستول اولي. نخلط كلش بهذه الطريقه، ابريسيو عجنوها شويه بيدكم هكذا حتى تحصلوا على هذا القوام. نروح نجيب هنا البلاطو اللي حنطيب فيه، انا خيرته يكون مدور، نجي نشكل كرات بهذه الطريقه يكونوا كبار شويه، ما ديروهمش بزاف صغار، واذا حبيتوهم صغار ديروهم صغار كيما حبيتوا. نحط حبه قدام حبه ونخلي فراغ يكون بيناتهم بهذه الطريقه، ونورمال اذا طابوا تلاصقوا ما كاش مشكل، خاطر هذا هو ترند يقول هكا. ندخلهم الكونجيلاتور بين 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه، وندخلهم يطيبوا على 180 درجه، غير يطيبوا من التحت نشعل عليهم من الفوق يحمروا برك شويه، وتقدموهم مع كاس حليب سخون مع شويه شوكولا دايبه. ما بقى غير تجربوهم وبصحتكم.